عمل للممثلين. الفرق الاستاذ اشرف بيقول ان احنا عملنا اول حاجه سجلنا هنيدي والاستاذ عبد الرحمن ابو زهره وغيرهم كانوا عملوا دوبلاج لديزني. المشكله في الموضوع ده واللي ميز فيلمنا بالنسبه لهم انه انت لما بتعمل دوبلاج انت بتقلد، انت مقلد ليس مبدع. فانت بتروح تشوف الشخصيه ازاي اتمثلت والانجليزي ازاي قالها وتروح تقلد اكثر ما تستطيع ان تقلد بحيث يكون انت متقمص الشخصيه بس انت مقلد. لما جينا لهم لا يجي اذكر هنيدي مثلا، محمد هنيدي بيقول شوف انا هعمل لكم اللي انتم كتبتوه بس انا خلوني برضه اقول اللي انا عايزه، لانه حس ان عنده حريه يبدع. معلش انا عايز اوضح بس عشان اللي مش فاهم، يعني الاستاذ بشير كتب الممثلين قدوا نعم. الكتابه من غير ما يشوفوا صوره. نعم. رسمته على ده بالظبط. فبقت الحكايه. طيب طيب حاضر، ما انت عشان الصوت فلازم طيب حاضر ثانيه واحده يا ساعه عم. الاستاذ جاسر خورشيد العظيم هيقول حاجه دلوقتي. انا عايز اقول بس ان ده برضو غير طبيعي زي ما حضرتك قلت كده. الطبيعي اللي احنا عارفين طول عمرنا انه بيتعمل العكس. فاعتقد ان الحدث ده ليه علاقه ببشير الديك. هو انا اللي اعرفه ان الاستاذ بشير قال عشان انا ما عنديش خبره في الحكايه دي سيبوني اتفرج على مجموعه من الافلام. صحيح. وشاف لاين كينج، شاف كذا شاف كذا وما عجبوش الطريقه. قال لا استنوا بقى، وهو اعتقد اللي اخترع الحكايه دي انت وهو، يعني انتوا مع بعض يعني. لان الحكايه كانت اللي انا اعرفه لان هو حكى لي، لان انا لما سالته على هذه التجربه وقلت له حتى بطريقه ساركازم ايه اللي دخلك في الليالي دي، ده انت يعني مش بتاع الكلام ده. قال لي لا انت هتشوف حاجه جديده غريبه، احنا بنعمل حاجه. هو اللي حصل انه لما كان في حريه للممثل ان هو يبدع في ادائه ينتقل الى الرسام اللي يستمد الايحاءات الفنيه والحركيه من الاداء الصوتي. فحقيقي اصبح الممثل هنا ممثل حقيقي يفرض على الرسام انه يمثل الصوت والاداء اللي بيمثله غير ما انه بس يكون مقلد. ولكده كانت التجربه غنيه للممثلين والاخراج.